شاب مقدم على الزواج، هذا النصيحة من رجل يغدي رجل ويضع له شخصية في البيت، ويضع له شخصية في عمله، ويضع له شخصية في كل مكان. أخوكم مروعي ما أخاف الله لومة لائم، ما أخاف إلا الله سبحانه، ما أخاف من أحد. متزوج قد لي 20 سنة، شريفة حرمتي ما تعرف وين نشتغل، صدقوا ولا لا؟ لأني شديد ما علمها ولا شيء. وإذا شافتني حندر كذي قالت وي يا مروعي، والله تخوف، أنا أخوف، ما يعني شيء شديد في كل شيء. فأقول للآباء المتزوجين القدامى وأقول للشباب حادثين الولادة إنك تضع لك شخصية في بيتك، ولا تخلي الحرمة عليك فرصة، لها حدود ولك حدود. أسمع بعض الشباب وبعض الآباء الله يوفقهم إنهم يساعدون الحرمة في البيت. أنا أبوك يا أبي، يساعدها في غسيل المواعين وفي غسيل الثياب، ومروعي ما قد غسلنا بنتين واحد ولا قد غسلنا ذوب مرة. لي شخصية من بيت، تخاف مني، تخاف، تقول وي يا مروعي، ما إذا شدتك تقول عسل، بسم الله على الرحمن الرحيم. ايوه، فانا اقول لكم رجل غير رجل. قالت لي مره يا مروعي ودني عند اهلي، قلت لها انقلعت انا ماني موديش ولا انا موديها. مروعي نعم. غسلت المواعين؟ غسلتها كلها. كركت الملابس؟ ها؟ كركت الملابس؟ انا غسلت ثياب انا بالقصه. طيب يلا تعالوا ودوني بيت اهلي. ان شاء الله. يلا طيب. بدي ما قلت لكم رجل غير رجل ويضع له شخصيه، يضع له شخصيه في بيته. اسمع لكم مونولوج صار بينه وبين شريفه وشوفوا النهايه. كان ودي نشتري من بقالة ابو علي شوكولاتة وجمبري، لكن قروشي قليلة. انت عارف يا محلي الله يطعن اني فصل القريب حضرتي نادي النصيب، لكن ام غربة صعيبة، صدق، لكن ام غربة صعيبة. والله صدق الغربة صعيبة. اسكتي حسبي علاش، اسكتي بنيتي بجعر، ام غنم يقعد لمان ومراعيات تحتريش. خايفة وقتي يطول بمسافري وبإنطار ومقابل يوم الحريش، تحت منديلي وثوبي، تحت منديلي.